امتلاء السدود يرعب الجزائريين ومخاوف من كوارث حقيقية. الأمطار الغزيرة التي غمرت ولاية ميلا وعدة ولايات جزائرية. وش من أمطار غزيرة هذه وغمرت يا ناس ميلا؟ إلا راكم حيين جاوبونا. هذا ما كان. أنا عندي 3 أيام كنت في ولاية ميلا، الدنيا هانية والبطيعو صح، البطيعو في البراجة. رفعت مستويات المياه في السدود بلا توقف، ما جعل السكان يعيشون خوفا وترقبا دائما. الصور هذه اللي تشوف فيها أغلبها ليست من الجزائر أو صور قادمة. الأخطر كان سد بني هارون، أكبر سد في الجزائر. ممكن يكون وصل لهذا المستوى، ممكن، الذي وصل إلى 100% من طاقته الاستيعابية، مع تحذيرات. هنا نتوقفوا عند هذه النقطة. روحوا سقسوا أي مهندس متخصص في الري. أنا نخدم مع مهندسين وشايف الدراسات المتعلقة بالري اللي هي الهيدروليك. شوفوا سقسوا أي انجينير في الهيدروليك مبرونشي. في الجزائر كاين نظام خاص وقليل من اللي دايرين هذا النظام. لا حد علمي يسمى نظام الري سبيك إسبات، وهو نظام يربط عدة سدود ببعضها البعض. يعني كي يمتلئ سد باش ما يضيعوش الماء يفارسيوه في باراج واحد آخر. هذا سد ميلا عنده ريزيرفوار، يعني سد احتياطي قبل ما يبداو يفرغوا فيه في الواد اللي هو يمشي في واد القطن. نعرف هالمنطقة بحكم أني أجري الدراسات تما، واد القطن وكاين واد ميلا. جدية من أن أي هطول إضافي قد يحوله إلى خطر داهم يهدد القرى والمناطق المنخفضة. يقدروا يفرغوه في هاد الواديين، يعني يمشوا في الحركة الطبيعية تاع الماء، ما يكون حتى مشكل. الواد يتخذ المجرى تاعو كي تفرغ الباراج في الواد، لكن قبل ما يروحوا يفرغوه في الباراج كاين اجراء يديروه اللي هو يرموا الماء هذاك، مش يرميوه، يبعثوه للريزيرفوار اللي جاي في بلدية سيدي خليفة، وهو سد صغير تاني يعتبر كخزان احتياطي او كصمام امان لسد ميلا. وكاين عدة اودية منها نقدروا نفرغوا كما واد العثمانية وكما بزاف اودية. الأخطر كان سد بني هارون، أكبر سد في الجزائر، الذي وصل إلى 100% من طاقته الاستيعابية، مع تحذيرات. متخصص في الري، يعني أنا جونيور اون هيدروليك متخصص في الباراجات ومولم بهذه القضية، يحكي لنا بالديتاي. باسكو هذا النشر الكاذب دوك نتايا صراو لك مشاكل في بلادك وغرقت بلادك. ربي يكون معاهم الناس اللي أصيبوا، وربي يعوض خير كل إنسان أصيب، أخوتنا مسلمين. لكن لا تذر الرماد في أعين مواطنيك، تصبرهم كي تحكي لهم على مشاكلنا. احنا عندنا مشاكل بصح والله ما لاحقين المشاكل اللي عندك انت بأموراتك خير لك. في مرمى الانتقادات، وسلط الضوء على ضعف الصيانة السنوية وإدارة الموارد. ما كانش ما تحصل معنا، ما كان حتى انتقادات. ليست احتمالا بعيدا، بل تهديد واقعي يقترب، فيما يتمنوا لنا في الكارثة. يستمر السكان في ترقب وخوف. ما كانش تهويل، خلونا من التهويل وهذه الهضرة تاع الإجلاءات وكذا ما كاش منها، ما كان حتى تهويل. لما يكون المنسوب تاع المياه طلع فوق المنسوب العادي، أكيد أن السلطات راح تكون متأهبة لذلك. واللي يشوف وراه ادخل جوجل مابس ولا جوجل ايرث، تقدر تشوف باللي محيط السد كاين ان بيريمتر دو بروتيكسيون يسمى بمحيط الحماية. تضع هذا البيريمتر هذا وفق معايير عالمية، سيدي نورم انترناسيونال في العالم قاع يخدموا بهم. كاين بيريمتر دو بروتيكسيون اللي هو محيط هدايا المحيط الحماية، يعني ما كاش سكان في هذا داخل هذا المحيط. محيط شغل اكزاجيري دايرينه في الجزائر، يعني مبالغ فيه تفاديا لحدوث اي كوارث، خلافا لما يقوله هذا الفيديو، مع مطالبات باجراءات عاجله تتجاوز الحلول المؤقته. ميلا المنطقة العمرانية تاعها مرتفعة جدا
عن السد. يعني أنه احتمال أنه السد يقيس ميلة وما جاورها مستبعد جدا، لأنه السد هو أسفل نقطة في الوادي وميلة جاية مرتفعات، لذلك لن تطال المياه إذا غمرت السد، وإذا تجاوزت الحد وفاض السد لن يكون خطر على سكان ميلة، يعني بشكل اللي راهو يهولوا فيه. ممكن تكون أضرار، ممكن يصراو انجرافات في التربة، ممكن يصراو بزاف أمور، لكن التهويل هذا ما كاش منه. تهفوا فينا. امتلاء السدود مرعب الجزائر.